السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير والفرح والسرور يا رب، ونفحاته الحلوة وشهر الخير والفرج وكل حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. النهاردة بقى ان شاء الله كده هعمل فيديو جديد ومختلف شوية. انا بقى طلعت على السطح النهاردة، ان شاء الله هعمل معاكم كفتة، كفتة مشوية، وهعمل كمان عيش بلحمة او حواوشي. احنا بنقول عليه في اسكندرية عيش بلحمة، او حواوشي، اللي كل واحد بقى على حسب البلد اللي هو فيها. فهنعمله بقى النهارده كده معاكم. طبعا ريميس هي اللي طلعت معايا النهارده لان ملك ومكة عندهم درس دلوقتي. فطبعا عشان انتوا عارفين نهار رمضان قصير، فقلت انا بقى اطلع كده انجز واخلص عشان العجينة تخمر والحق اخلص، وان شاء الله يبقى فيديو حلو باذن الله كده. وشوف بقى، عايزه تقولي حاجه؟ كل سنة وانتم طيبين، وانا بحبكم قوي، وشكرا للناس اللي بتكتب لماما كلام حلو في الفيديوهات. دي ريماس بقى بنتي الوسطانيه. ربنا يا رب يرزقكم الذريه الصالحه يا رب، اللي ربنا ما رزقهوش ربنا يرزقه الذريه الصالحه يا رب، ويخلي لكم اولادكم ويصلح حالهم ويهديهم ويهدي اولادنا جميعا. كل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. ويا رب ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى اختكم في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتتابعوني، وكلكم بتشرفوني وتنوروني والله. وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. يلا بينا. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى كده ان شاء الله كده فيديو جديد باذن الله. طبعا حبيت ان انا اعمله لكم على السطح عندي. طبعا عشان انا هعمل عيش بلحمه وكده، هعمل عيش بلحمه وكفته مشويه. فبصراحه قلت ايه، الفرن عندي انا حطاه على السطح، مش هينفع اخليه في الشقه وكمان عشان السطح يعني مختلف، يعني بصراحه يعني بحس ان هو كده الفيو بتاعه احلى وغير الشقه، يعني غير تصوير الشقه بصراحه. فطلعت بقى كده ايه، انا وريماس بنتي. ملك ومكة كانوا في اللي عندهم درس، الدرس بتاعهم مع بعض في مكان واحد، فهم بقى كانوا مع بعض. وانا بصراحة بقى ايه، قلت لريماس تعالي بقى احنا نكسب وقت ونطلع واعجن العجين. وحطيت طبعا خميرة، حطيت خميرة وملح وحبة سكر، يعني ملح بسيط خالص وحبة سكر حلوين. ماشي، وعجنت بقى كده العجينة زي ما انتوا شايفين. تمام، وحطيت بقى عليها حبة زيت في الاخر. يعني اول كده ما لمت معايا رحت حاطه حبة زيت. عايزه تحطي سمنه براحتك، عايزه تحطي حته قشطه براحتك. بصي الموضوع ده في ايدك انتي وبراحتك على فكره عادي. طبعا بصي انا سبتها بقى هنا تخمر كده شويه. وطبعا انا كنت معصجه بقى اللحمه بقى بصل وبهارات وحاطه بقى واحده ماجي وفلفل اسمر، بهارات لحمه، جوز الطيب، بلحه جوز الطيب كده، ملح بقى البهارات اللي انتي بتحبيها بقى حطيها. ورحت بقى فرمه البصل في الكبه، نزلت منه الميه عشان الميه هحتاجها اصبع بيها الكفته. وسعيد ابو ملك بقى ايه جوزي طبعا، هو بقى ايه، ربنا يا رب يخليه ويبارك في عمره، هو وقف بقى ايه عمل لنا كفته. طبعا دي ميه البصل، بحط عليها ندعه ملح كده وحبه فلفل اسمر ومعلقه بابريكا كده وحبه زيت مع ميه البصل. وبياخد بقى كده من ميه البصل ويحط كده في اللحمه، وهيحطها لنا بقى ايه يشوها لنا كده على الشوايه بتاعتنا. عايزه اقول لكم كان يوم جميل ويوم كده بجد كان حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان احنا كنا عايزين نفطروا فوق، بس هو قال لي الدنيا هتضلم، فخلاها يوم تاني بقى أبقى مظبط الدنيا يعني ايه، ونفطروا فوق على السطح ان شاء الله. يعني هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله كده واحنا بنفطروا على السطح باذن الله. طبعا هنا هو كان قاعد بيشويها بقى، وانا بالورقه كده بهويله كده عشان الفحم ايه يعني يبقى يفضل كده ايه يعني يحمر كده الكفته كده ويظبطها. عايزه اقول لكم كان طعمها زي العسل. بجد كان طعمها تحفة. هنا بقى كانت ملك ومكة جم من الدرس، ورمس طبعا كانت قاعدة معايا. فعايزة اقولكم كان جو حلو والله، بجد اليوم ده كان جميل.
بس هنا بصوا هنا بقى كنا بصوا الكفتة على فكرة ما خدتش وقت خالص في الشوى، في التشوية بتاعتها يعني، عملناها على طول. هنا بقى طلعت العجينة كده وقعدت بقى ايه اعملها كده كور صغيرة، وطبعا خليت بقى البنات كده يقعدوا جنبي يساعدوني. بس بصوا بقيت اول حاجة كده انا بقى يعني بقطع كده العجين قطع صغيرة كده على قد ما انا عاوزة، واحطهم كده جنب بعض كده، احط دي واحطهم واخليهم كده على جنب. ولما تيجي بقى تبدأي تبططي، خدي اول واحدة انتي كنتي مقطعاها، اول واحدة هي اللي تبدأي بيها، عشان بتبقى ريحت شوية كده ايه وهدت. طبعا عايزة اقول لكم العيال بيبقوا فرحانين قوي بحتة ان هم يقعدوا كده في لمة وعجين والحاجات دي. البنات والعيال عامة بيحبوا كده قوي. وكل سنة وانتم طيبين بقى، كحك العيد جاي كمان. عايزة اقولكم العيال بتحب قوي الاجواء دي، وعايزة اقولكم الجو ده بيبقى حلو قوي يعني، بجد بيبقى احنا مفتقدينه يعني. احنا متعودين بقى على الشقة ومش عارفة ايه والكلام دوت، لكن ان انتي بقى تقعدي كده على السطح كده وسما بقى، وبيبقى لا احساس تاني يعني. هنا بصوا كنت خلصت بقى كده خالص العجين، قطعته كله ورحت بقى مغطيه، ونبداوا بقى ايه كده. قلت لهم بصوا انتوا هتفردوا مكة تفرد العجينة، وملك كده تفردها لي كده، وانا هاخد منها هحط فيها اللحمة. عايزة اقول لكم ما خلصنا على طول، ما خدوش مننا حاجة خالص. الحمد لله يا رب، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وأعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. شهر الخير والسعد والفرح والهنا والجبر. هو شهر الجبر فعلا والله، بجد أمانة يعني والله. اللهم لك الحمد يا رب على كل شيء، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الصواني دي بقى كنت جايباها في مشتريات رمضان. عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي كده، وبحب قوي الحاجات اللي فيها كده خيام رمضانيه كده، بتبقى شكلها حلو. هنا طبعا بقى ايه حطيت اللحمه كده في العيش ماشي، وبقيت افرده كده ايه، وهاتني بقى الرغيف. عملت رغيف بس واحد مفروض، والباقي كله ايه بقيت اتنيه. عايزه اقول لكم اللمه حلوه، اللمه حلوه في كل حاجه، لمه العيله في الاكل يعني اللمه حلوه، وبالذات لما تبقى اللمه يعني اللمه ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش كلام. بجد الواحد بيبقى مفتقد قوي الجو دوت. ربنا يديم لمتكم يا رب، ويلم شملكم كلكم يا رب. وطبعا لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لي اللايك القمر بتاعك، وتكتبي لي في التعليقات بتتابعيني منين. يشرفني طبعا، انتوا اخواتي وحبايبي، وكلكم بتشرفوني والله بتعليقاتكم وبكلامكم. ربنا ما يحرمنا منكم ابدا يا رب، ودايما مع بعض. وربنا يا رب يقدرني دايما اقدم لكم كل حاجه كويسه وافادكم يعني. وربنا يديمكم دايما نعمه حلوه في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا بجد والله. ربنا يصلح حالكم وحالي يا رب، ويستر عرضكم وعرض ولادكم يا رب. طبعا بصوا انا هنا بقيت افرد كده، مكة بقى بقت تساعدني، ورميس كلهم كانوا بيساعدوني يعني بصراحة. خلصنا ونسيت بقى اقول لكم صحيح، انا عاوزاكم انا اخطوكم والله والكلام ده والله يعني يعني انتوا اخواتي، فانا والله بفكركم باي حاجه حلوه. وانا عارفه طبعا ان انتوا زي الفل وما بتنسوش حاجه زي كده، بس والله انا بقول لكم عاوزاكم ان شاء الله كده يعني كل يوم الفطار اللي انتوا هتفطروا منه دوت. طبعا في ناس كتير بتعمل كده والله، بس اللي انتوا هتفطروا منه دوت كده لو طبق كده بسيط، وطلعتوا منه كده لحد غلبان تعرفوه، حد ظروفه يعني اي حاجة يعني. المهم ان انتوا تطلعوا من الاكل ده. عايزة اقول لكم ربنا هيبارك لكم في اكلكم، وهيبارك لكم في رزقكم، وهيجعل فيه البركة والخير والفرح كله والله صدقوني. ربنا يا رب يعني ربنا يقدرنا ويقدركم على كل حاجة حلوة يا رب. يا رب يا رب يجعلنا دايما ويقدرنا على كل حاجة حلوة نعملوها بحق جاه النبي محمد. عايزة اقول لكم بصوا هنا كنت خلصت العيش بلحمة والله كان زي السكر، كان تحفة والله، والله كان تحفة.
واتمنى والله ان انتوا تدوقوه اقسم بالله. يعني انا اتمنى ان انا ادوقكم العيش باللحمه بتاعي. بصوا بقى مني عيش بصراحه، فسويته في اخر الفيديو هتشوفوه. العيش بقى اللي اتبقى سويته وخليته كلناه كده جنب الاكل. بصوا هنا كنا نزلنا بقى خلاص، كان المدفع خلاص هيأذن. رحت بقى ايه هنا غرفت بص العيش بلحمه، والعيش اللي انا فردته دوت كده، وعملت لهم حبه مكرونه وحبه سلطه وكفته وحبه بطاطس محمره ومخلل. ده كان فطارنا بفضل الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الرحمن يا حبايب قلبي.